ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. يلا بينا مع بعض نعمل وصفة النهاردة. معايا هنا طاسة حطيتها على النار وحطيت حوالي معلقتين من الزيت. معايا هنا الفراخ مقطعها حتت صغيرة وهبدأ افردها كده في الصينية ومش هقلبها عشان ما تنزلش المية بتاعتها. اول ما تغير لونها هبدأ اقلب فيها كده عشان تاخد الوش التاني من الناحية التانية، وهبدأ بقى كده تاخيرها على جنب وهحط حوالي معلقتين من الزبدة. ومعايا هنا بصلتين مقطعاهم زي جوليان كده، وهبدأ بقى كده هنزل كمان عليها بفلفل من الألوان، إذا كان فلفل أحمر أو أصفر أو أخضر المتوفر عندك تقدري تحطيه. وهبدأ كده أقلبهم كلهم كده مع بعض. هقلب كده في الخضار بتاعي مع الفراخ عشان كله يتقلب كده كله مع بعضه، والاقي كمان البصلة كمان تدبل معايا شوية مع الفلفل. بعد كده هبدأ كده بعد ما قلبتهم هبدأ بقى احط عليها رشة من الفلفل الأسمر، واحط كمان عليها رشة صغيرة قوي من القرفة ودي اختياري. هحط كمان عليهم رشة من البابريكا وكمان رشة من بهارات الشاورما. هحط كمان عليهم حوالي معلقة صغيرة من الكزبرة ومعلقة كمان من بهارات الفراخ، بتعزز النكهة كويس وبتبقى طعمها حلو. بعد كده هقلب بقى كده كله مع بعضه لحد ما اشم ريحة البهارات بتاعتي. هحط كمان عليها حوالي معلقة كبيرة من الخل وكمان معلقة من العسل الأبيض ودي اختياري، تقدري تحطي كمان بدلها معلقة من السكر. واحط حوالي معلقة ونص كده من الصلصة وهقلب بقى كده كله مع بعضه. هحط بقى كمان الملح. وبعد ما احط الملح كمان، الملح طبعا على حسب الرغبة بتاعتك. وبعد كده هقلب كله مع بعضه وهغطي الطاسة بتاعتي حوالي 10 دقايق، هتلاقيها نزلت المية بتاعتها في الخضار. بعد كده هكون مقطعة طماطمية وسط مكعبات صغيرة واحط عليهم حوالي ربع كوباية من المية وهقلب تاني. هغطيها بقى لحد ما تشرب ميتها والخضار معايا يستوي كويس، وبعد ما فيش نص ساعة هتكون استوت معاكي وهتكون بالشكل ده. مش قادرة اوصفلك شكل وطعم وريحة حاجة كده تجنن. مع رغيف عيش وحبة طحينة، وجربوها وهستنى رأيكم. ألف هنا.